يتعين على برشلونة تعزيز صفوفه بمهاجمين جدد لزيادة فرصه في تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة. إن التعاقد مع لاعب قوي سيترك أثرا ملحوظا على أداء الفريق. في الوقت نفسه، يعاني ليفاندوفسكي من مشاكل بدنية تؤثر سلبا على أدائه في الملعب، مما يجعله أقل قدرة على فعالية الهجوم. هذا الأمر يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة من إدارة برشلونة. تتزايد الضغوط على برشلونة للتعامل مع موقف ليفاندوفسكي، حيث يتعين عليهم التفكير في خيارات بديلة تلبي احتياجاتهم الهجومية، وهذا يعد جزءا من استراتيجيتهم طويلة الأمد. يبرز ماركوس تورون كخيار جد لتعزيز خط الهجوم في برشلونة، حيث سجل 15 هدفا في 15 مباراة هذا الموسم. هذا الرقم يعكس إمكانياته الكبيرة. علاوة على ذلك، تفكر إدارة برشلونة في خيارات مستقبلية مثل هالاند وجوناثان ديفيد لتعزيز الفريق في الأسابيع القادمة. هذه الخيارات قد تمنح الفريق القوة اللازمة للمنافسة. تحت وطأة الضغوط، يواجه ليفاندوفسكي تحديات لتقديم أداء أفضل، مما قد يستدعي من برشلونة البحث عن بديل له في مرحلة مبكرة. إن الوضع يتطلب حلا سريعا. يظهر أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الهولندي هالاند، إلا أن هناك بعض العقبات التي تعرقل هذه الصفقة تتعلق بأداء مانشستر سيتي في الدوري وما يتضمنه من تعقيدات. في سياق آخر، تم الإعلان عن انضمام إبراهيم ديا إلى برشلونة، حيث سيتدرب مع الفريق الرديف حتى بلوغه 18 عاما، وسيتم تقييم أدائه لاحقا لتحديد مستقبله مع النادي. مؤخرا، أقيم حفل توزيع جوائز أفضل لاعب لعام 2024، حيث تواجد ممثلون من ريال مدريد في قطر. يبدو أن هناك الكثير من التوقعات المثيرة حول هذا الحفل. بينما يشارك ممثلون عن ريال مدريد في حفل توزيع الجوائز، لا توجد ضمانات بفوز فينيسيوس جونيور، مما يجعل التوقعات لا تزال غير مؤكدة. تم التأكيد على تجديد عقد لأمين يامال مع برشلونة، مما يدل على استمرارية العلاقة بين اللاعب والنادي. هذا الخبر يعد سارا للجماهير. من ناحية أخرى، أعرب لأمين يامال عن عدم اهتمامه بجائزة الكرة الذهبية، حيث يركز بشكل كامل على مستقبله مع برشلونة. هذه العقلية تعكس نضوجه كلاعب شاب.